منتخب الجزائر يدخل فافوري معناتها. وعلاش؟ لانه احنا توانسه الكل في وقت من الاوقات نحبوا منتخب الجزائر على خاطر يلعب بالروح بالجرينتا، زيد عنده لي كاليتي نتاع الملاعبيه اللي يلعبوا في مستوى عالي وعالي جدا، وعندهم دي جوار دي جون كل مره يطلعوا معناتها ويطلعوا جينيراسيون جديده، وعندهم مدرب حبوا ولا نكرهوا عنده سنوات مع منتخب الجزائر. دونك هما برشا عوامل يخليوا منتخب الجزائر بالروح بالجرينتا بالكاليتي نتاع لي جون ولا نتاع لي جوار اكسبيريمونتي نتاع تجارب على مستوى القاره الافريقيه، يخليوه من ابرز، باش ما نقولوش ابرز مرشح ديما على مستوى البطولات الافريقيه. ولكن الجزائر يا توب يا فلوب معناتها، يا ينجم يروح لك من البريمير تور، يا ينجم يلقى روحه معناتها على الاقل نقول انا يمشي في اخر معناتها المقابلات ويلعب على اللقب. دونك الحقيقه منتخب جزائري ممتع على مستوى الكره، جمهور كبير، مدرب عنده تجارب الكل، قادر الحقيقه انه منتخب الجزائر. ولا يخفى انه التوانسه يميلوا برشا المنتخب الجزائري. شفنا في كأس العالم 2014 كيفاش التوانسه يتفرجوا في القهوة في منتخب الجزائر، ومباراة ألمانيا الشهيرة في تصفيات مونديال 2010 ضد مصر، التوانسه كل تقريبا تشجع في منتخب الجزائر. حتى لو يواجه منتخب الجزائر المغرب في النهائي، شاكر كنزاري شكون يشجع؟ الجزائر. شجع الجزائر بكل صراحة. نعطيك حاجة يمينة بكل صراحة، أنا وقتها أنت معناتها كنا حاضرين في كأس العالم الأخيرة في قطر، برشا توانسه وانا ما نحبهاش معناتها، حتى اعلاميين نتقابلوا في الميديا سنتر، والله منتخب المغرب يا خويا قول لهم مبروك عليهم، هما مغاربه انا مش مغربي. ما بصراحه لكن يمثل الامه العربيه يا خويا. انا وقتها الحقيقه تتحرك فيا نقول علاش مش انا تونسي معناتها، مش معناتها راني ما نحبش المغرب تربح، اما لكن تغيير نوعا ما منطق الغيره على تونس معناها. دونك معناتها محمد نعرف اللي وقتها قلبا وقالبا مع المغرب. شكون محمد وقتها هز ضربوا المغرب. في وسط زحمه الاهلي وبيراميدز النهارده في خبر ما قدرتش افوته كده يعني اعديه. النهارده المنتخب المغربي الشقيق فاز انا ليه جبت الخبر ده تحديدا وما حبيتش ان هو يضيع في وسط الزحمه؟ عشان يا جماعه النموذج بتاع المغرب ده بكل تواضع، ركز معايا، بكل تواضع ارجوك روح شوفه واعمل زيه بالظبط. هتقول لي انا التاريخ، هتقول لي انا اللي عملت، هتقول لي انا اللي اسست، هتقول لي انا جيت اول واحد، هقول لك على عيني وعلى راسي مفيش خلاف. بس هم جريوا خدوا خطوات سريعه. رابع العالم منتخب اول، برونزيه الاولمبياد منتخب اولمبي، بطوله شمال افريقيا تحت 20 سنه، كاس افريقيا تحت 17 سنه. انت متخيل؟ يعني مش بس عندهم جيل فوق منتخب اول جامد، لا ده عندهم جيل هيسلم جيل هيسلم جيل. وعندك على الاقل من 10 ل 15 سنه المغرب متسيده. ناس كتير قوي اتكلمت عن اكاديميه محمد السادس طبعا، وانه ازاي الاكاديميات المغربيه لكره القدم قدرت ان هي تطلع اجيال بالشكل ده بتقدر تحقق نتائج وبتقدر تحقق الشكل ده في الملعب. لا الاكاديميات دي شيء مهم جدا جدا. اكاديميه محمد السادس اللي الناس كلها بتتكلم عليها، هو ايه الفرق اللي ما بين المغرب وما بين اي دوله في افريقيا، او ما بين المغرب وما بين مصر من الاخر؟ هو عنده عقليه اللي هي بينه وبين نفسه واثق ان انا عندي الامكانيات اللي تخليني اروح حته بعيده، اللي يعني احنا بينا وبين بعضنا نبقى يعني منصفين ان هم افضل مننا. يا ساره النهارده قائمه منتخب المغرب اللي موجوده اللي لعبت النهارده الماتش كله محترف، قايمه فيها 27 لعيب، 7 بيلعبوا في المغرب و20 لعيب محترف. ازاي منتخب مصر يبقى زي منتخب المغرب؟ وازاي نقدر نشوف لعيبه المنتخبات المصريه على اختلاف سنها شبه لعيبه منتخب المغرب؟ ولكن في فرق كواليتي، في فرق باين، في حاجه احنا كلنا قادرين نشوف انه الاتنين مش زي بعض. امتى هنقدر نشوف منتخبات المصريه على اختلافها؟ المنتخب الوطني 2005 2008 المنتخب الاول بيقدر يحقق كواليتي في الملعب شبه الكواليتي اللي بنشوفه مع منتخب المغرب على برضو اختلاف اعماره يعني. فاللي المغرب عملته ايه؟ انا ههتم بالناشئين، هعمل ناشئين
مؤهلين ان هم يلعبوا في دوريات اوروبا. هل هجيب كوادر تقدر ان هي تمسك الناشئين دول من الصغر، يعلموهم كوره، يعلموهم تعليم، يعلموهم كل حاجه ليها علاقه بتقويم البني ادم عموما. وعلى فكره الاكاديميات الناجحه دي في منها كتير. فهو القصه كلها ان انت مشروع بتحط حاجه على حاجه على حاجه صحيح. بتوصل في الاخر يا ساره. هم راحوا اهتموا بالموضوع صح، مش يهتموا من الاخر، يهتموا من الاول. ان انا هطلع لعيب كوره سوي عنده كل المؤهلات اللي تخليه يقدر يتعرض للضغوطات النفسيه، يقدر يتعرض للضغوطات البدنيه، يبقى عنده وعي كبير جدا بالامور التكتيكيه، متاسس صح من الاول، علشان اللي طلع اللعيب ده واللي مرن اللعيب ده من الاول كان كادر من الكوادر اللي شغاله شغل اكاديمي كويس جدا، واخد لايسنس، واخد كورسات، واخد الكلام ده كله. احنا ليه ما نبقاش منصفين مع نفسنا ونقول منتخب المغرب كجوده افراد هو افضل مننا؟ كل الناس ملاحظة جدا ان المغرب حققت انجازات في كرة القدم ما كانتش يعني متوقعة من 6-7 سنين. يعني يمكن لغاية 2018 كمان كان المغرب يعني مش في الصورة قوي كمنتخبات بالتحديد يعني. القضية مش ان المنتخب الاول وصل لسيمي فاينال كاس العالم 22، ولا وصل المنتخب الاولمبي لميداليه برونزيه. كمان فعلا زي ما انت قلت منتخب الصالات بطل افريقيا 3 مرات على التوالي، بيروح كاس العالم. منتخب السيدات بيروح كاس العالم، وصل دور ال8. انجازات بطل افريقيا المحليين مرتين، اللي هي البطولات احنا مش بنشترك فيها عشان البطولات مش مهمه يعني من وجهه نظر الاداره بتاعت الكره في مصر. بس ما فيش عمل بيبقى في اتجاه واحد. يعني انت عشان تعمل مشروع، هم عملوا مشروع متكامل في علاقة ما بين أكاديمية محمد السادس، وهي أكاديمية يعني مهمة جدا. صدمة في الإعلام التونسي بعد فوز المغرب على مدغشقر في نهائي الشان. الصحف التونسية لم تصدق أداء أسود الأطلس وروعة الريمونتادا التي قلبت كل الموازين. العناوين كانت مليئة بالدهشة والاعتراف بسطوة المنتخب المغربي، مع كلمات مثل مفاجأة القرن والقوة الساحقة للمغرب. وفي نفس الوقت الإعلام المصري لم يقف مكتوف الأيدي، بل جاء رد فعله مغايرا مع الإشادة بذكاء وخبرة لاعبي المغرب على أرضية الملعب. البرامج التحليلية تحدثت عن التنظيم الكبير واللياقة البدنية العالية، واعتبروا أن هذا الإنجاز يعكس تطور الكرة المغربية ويضعها على خارطة القارة. هكذا بين صدمة تونسية وإعجاب مصري، المغرب يثبت مرة أخرى أنه رقم صعب في إفريقيا، ويحتفل بجائزة الشان بكل جدارة واستحقاق.